إني أعرف مصطلحاته. مسرحية السبنسة لسعد الدين وهبة اللي وقفت عندها كتير. السبنسة اللي هي آخر مقطورة اللي بنحط فيها كل شيء، كل شيء ماله تصنيف، كل شيء ماله احترام، كل شيء ماله درجة. السبنسة اللي من أول لقطة بالمسرحية لآخر لقطة هي حكاية بتحكي عن كيف بيتم إنتاج العلاقة مع الناس ومع الشعب، وكيف التحديات مواجهة السلطة، وكيف السلطة بتعمل وبتعمم رواياتها بكل أشكالها بمسألة سواء بقولبة الشعب أو المنظار العام له أو تدجينه أو حتى معاقبته وعقوبات جماعية أو رفض قول الحقيقة في المكان الذي يخالف منطق السياسة واحتياجات السياسة أو يخالف مصالح الفساد وتحالفات الفساد. بهالمسرحية ذات الفكرة البسيطة اللي أكيد المصريين بيعرفوها وزماء، واللي يعني أو أنا أسمح لنفسي إني أنا أتحدث عن تراث مسرحي بهرني بالحقيقة، لأنه منتج إنساني حقيقي ومنتج فكري، لأنه أنتج الفكرة اللي بتعمل محاكاتك مع المجتمع، وأنتج هاي البيئة يلي جعلت الشعب متحد بالوطن والوطن متحد بالشعب. وحكاية الجغرافيا اللي عم بحكيها دائما، الجغرافيا اللي باتحادها مع الشعب بتشكل وطن، واللي أصرح أمثلتها هو الشعب بمصر. فهو عبارة عن المسرحية بتدور بقرية بقرى مصر، وطبعا بتعرفوا واقع الريف المصري. عم تتناول الفترة من خلال الحديث إنه السرايا والبشوات هديك الحقبة، فعم تتحدث بإسقاط بيصلح لكل عصر عن هدول الناس اللي الجزء المسحوق، المرأة المسحوقة اللي مثلت دور الفنانة العظيمة سميحة أيوب، طبعا مسرحية للأستاذ الكبير سعد الدين وهبة. فسميحة أيوب مثلت هذا الدور اللي لما بتكون في عدة لقطات أو مفاصل مهمة بيتوقف عندها لما والدتها بتقول لها إنه روحي عنده الضابط السياسية أو شيء من هذا، أو آمر أو القلم السياسي أو كذا، روحي لعنده بلكي وهو عم يتعشى بيرمي لك شوية لحمة أو بيعطيكي شيء أو بيديكي بريزة، يعني باللكنة المصرية كمان اللي بحبها كتير. فبعدين هي بترفض لأنه رغم أنه القدر أخذها على هذا المكان، لكن في مكان ما بتقول لا، وبترفض تشهد زور. المسألة كلها برمتها بهاي المسرحية إنه في 2 عساكر لاقوا قنبلة، وبعدين هذه القنبلة انسرقت، لكن هن كانوا بلغوا الحكمدارية، فالحكمدارية بدها تيجي حتى تعاين القنبلة وتفكك المشكلة وما إلى ذلك، فبيضطروا يجيبوا حديدة ويحطوها محل القنبلة وبتستمر كل المفاعل. الحكمدارية بدها تجيب 40 عسكري تلزم فيه العمدة يطعميهم، وبيضل يطعميهم لحتى يفرز هو متهمين، لأنه الشعب كله بدائرة الاتهام، العدالة هي الغايبة. وبعدين هي حديدة، بس خلص طالما اجوا فلازم الخبير يقول انها مش حديدة، ولازم الشويش اللي بلغ يترفع وهو ضميره عم يأنبه. حكاية بتحاكي كل هموم السلطة وكل مشاكل السلطة وكل هموم الشعب دفعة واحدة، بمسرحية واحدة بتحاكي كل شيء دفعة واحدة، وبتنطلق على كل شيء دفعة واحدة. أنا لما بعرض عرض سريع بهذا الشكل، لأنه مش من الإمكانية إني أنا أحيط بمسألة بهذه السرعة، لكن مجموع الالتقاطات البشرية اللي بالأخير المتهمين اللي تقرر إنه هن يكونوا متهمين وهم أبرياء، واللي دفعوا عدة أثمان على المستوى الاجتماعي. واحدة من زوجاتهم مثلا حتى على أمل إنه يفرج عن زوجها بتعرض نفسها لأنها تكون بمحل الابتزاز. مثلا الشرطي او اللي بيترفع بس هو بيصحى، بس هو ضميره بقلبه انه القنبله الحقيقيه ما تزال بين الناس، وانه القنبله الحديده هاي اللي عطوه عليها ترفيعه، فبيتحول بالاخير للسرايا الصفراء. لحظه اللي بيقول السرايا وبيوقف قبل ما يقول الصفراء هي لحالها التقاطها ضمن المسرحيه بفكره. بهذه التماهي بالعلاقه بين الشعب والفن اللي أنا بالنسبة إلي وعلى تقييمي في منطقتنا لم تشهد هذا التصاعد بتطور الحدث الفكري الأخلاقي ومواءمته مع الشعب، هذه المكانة اللي شهدتها في مصر، وبالتالي أنتجت كل هذا الكم من الموروث الإنساني. والمسرح بتعرفوا أبو الفنون، والمسرح هو الحوارية الأولى ما بين الشعب
والواقع والمجتمع قبل ما نقول عن الشعب والسلطة، لأنه بكتير محلات ما في حوار بين الشعب والسلطة. الشعب نفسه بيطور نفسه بمحاكاته مع المجتمع على خشبات المسارح، بحوار المجتمعي. هي أسس الحوار المجتمعي. لذلك بتلاقوا المجتمعات الفقيرة فنيا، الفقيرة فكريا، الفقيرة بهذه النوع من الفنون، هي حقيقة فقيرة حتى بإنتاج حوار بدائي أولي في أبسط قضايا المجتمع. هذه واحدة من عوامل ترابط وتواصل وأواصر الصلة بالمجتمع المصري، اللي هي مثار إعجابي وستبقى، وراح أحكي عنها طويلا. ما بدي طول. المسرحية أنا ما فيني سردتها كلها لأنه المساحة ما بتسمح لي، لكن هي بكل لقطة منها، بكل لحظة، بكل أداء حواري، بكل مونولوج أو بكل حوار متبادل بين اثنين، هي عبارة عن إنتاج فكري للمساحة العقلية، لنخبة فكرية جاهزة تتعاطى مع شعب وترفعه لسدة أن يحاور السلطة بحوارية عنوانها كوميديا، ولو كانت كوميديا سوداء. إلى اللقاء.